بعد ألف تحية والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم جبت لكم وصفة البغرير الرائعة المعتمدة عندي بدون خميرة الخبز. راح يجيكم من أروع البغرير، راح تجربوه في حياتكم. سهل مهل، ميشتش الوقت، في 5 دقايق تحضريه ويجي يتجعد وطايب، وديك التقابي اللي من الفوق ومن تحت. وش نقول لك، راح تولي محترفة في البغرير وكامل يولو يطلع الوصفة. خياتي العزاز، قبل ما نبداو في وصفتنا لنهار اليوم نقول لكم ادعموني بلايكاتكم والبارطاج واشتراكاتكم، ومرحبا بالجميع. نبداو في وصفتنا لنهار اليوم. قبل ما نبداو نصلوا على النبي عليه افضل الصلوات والسلام، ونبداو في وصفتنا لنهار اليوم. البغري تاعنا نهار اليوم نديروه بسميد متوسط، مش راح يكون برطب. يعني سر من اسرار نجاحه يكون سميد هذاك المتوسط، يعني فيه رقيق شويه، ماشي هذاك متوسط تاع الطمينه، رايح للمتوسط هكذا. خياتي العزاز، بلا ما تصيريه ما والو، اي نوعيه سميد تكون عندك متوفره في الدار تقدري تحضريه. للامانه هنا ندير 3 كيلات نتاع سميد، ماشي زوج، 3 كيلات تاع سميد، ملعقه اكل نتاع سكر. نخلطوا المكونات تاعنا جيدا مع نص ملعقه نتاع الملح، وندفوا الماء تاعنا. نديروا 2 كيلات هكذا في الاول، نخلطوا بالفوي باش ما يتكتلش معانا السميد نتاعكم. هنا على استعملت سميد المتوسط لخاطرش الرقيق راح يدير لكم كميه كبيره من الغلوتين ويدير لكم هادوك السلوكه في البغرير يعني، والمتوسط راح يكون ما يدير لكمش، ما تخسروش كميه السميد الغلوتين هذاك يروحوا لكم هكا. هنا استعملت 3 كيلات نتاع السميد، 3 كيلات نتاع الماء، ملعقه سكر، نص ملعقه نتاع ملح. نجيب الباتور تاعنا نبدا نميكسي فيه حوالي من 3 دقائق الى 4. دوك تبعوا معايا كامل المراحل وتوصلوا وناني حابه نوصل. شوفوا هنا تحسوا باللي راهو زاد في الفوليوم تاع البغرير نتاعنا. شوف كيفاش راهو مكتل، مازال الحبيبات يبانوا خشان. دوك نزيدوا نص كيلة نتاع الماء، يعني 3 كيلات تاع سميد استعملنا 3 كيلات ونص نتاع الماء. في الاول ديو 3، ومن بعد غير تبدا تميكسيو فيه راح تزيدوا نص كيلة الاخرى. نزيدوا نميكسيوه حوالي 3 دقائق الى 4 حتى نحسوا باللي السميد تاعنا بدا يتحلحل وبدات لا كولور تاعو تبيض هكذا، حبه حبه غير بالعقل. هنا نشاهدوا الخيط تاعنا كيفاش بياض وبدا يتحلحل معانا. دوك ندوزو نديروا له خميره الحلوى. اليوم البغري تاعنا برعايه خميره الحلوى، وزن الباكي 10 غرامات هكذا. خياتي متفاهمين، ما درتلو ني خميره الخبز ني والو، يعني هكا. تابعوا الفيديو باش تفهموا التفاصيل. هاد الكميه درت لها 2 باكيات نتاع خميره الخبز، عفوا خميره الجاتو. ما استعملتش خميره الخبز بتاتا اطلاقا. هنا ناكد ونعاود، استعملت لا ليفور فقط. نخلطوا المكونات تاعنا بالفوي. شوفوا هاد الغلوط اللي كنت نهضر لكم عليه في الاول في السميد الرطب اللي يخرج بزاف، هنا خرجت لي كميه قليله. نزيدوا الميكسيو تاع العجينه نتاعنا حوالي 2 دقائق. شوفوا الاختمار كيفاش راهو بخميره الجاتو. هاد الوصفه تاع امي ربي يحفظها ديرها، ودائما يعجبهم البغرير تاعها يجي مثقب ما شاء الله. شوفوا لهنا عندي مقلاة ندهنها انا دائما بالزبده، نحكم بانسو بالزبده، ما ندير لا صابون ني ملح ني والو هكذايا. ندهنها، نجيب الغراف نتاعنا تكون نار على اعلى درجه، ما تكونش نار متوسطه، لانه قد ما يكون شعلتي البغرير تاعك على نار عاليه راح يتقب فاسيلمون هكذا. الحباب هكذا خياتي،
يعني نشرح باش تفهموني. كي تجوا طيبوا البغرير تاعكم شعلوا له النار الماكسيموم تاعكم، المقله تكون سخونه مليح باش البغرير تاعكم كي تحطوه ياخذ هذاك الشوك ويديروا هذوك التقابي، ماشي نار قليله. ومن بعد كي تصيبوه باللي بدا يدير دوك الفقاعات وتحسوه بدا يطيب، تحاولوا نقصوا الفرن باش ما يتحرقش من التحت. شوفوا دوك الثقابي، شوفوا ما كاش اللي ما يحبش ينجح في البغرير ويتحصل على هاد النتيجه الجد جد رائعه، يجي متقوب كي الشهده ما شاء الله، راح ينبهروا به. شوفوا يعني ما شاء الله ما شاء الله، مني خميره الخبز ني حليب ني بيكربونات. ديك المره جربت واحد الوصفه من اليوتيوب شفتهم كامل يهضروا عليها، فيها بيكربونات وفيها البيض وكامل جربتها، كانت نتيجه جد جد غير مرضيه. قلت وعلاش ما نديرش وصفتي المعتمده ونشاركها مع خياتي العزاز. هنا كنت دهنت بين حبه وحبه قليل من الزبده باش يعطينا هذيك لابغيونس هكا. شوف كيفاش جا مثقب، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. غير جربوه ادعوا لي دعاوي الخير كيما عودتوني. هنا كل واحد كيفاش يحب ياكله، كاين اللي يحب ياكله بالشربات يطيب كاس ونص تاع سكر مع 3 كيسان تاع ماء ويديروه يطيب. غير يطيب نديروا له شويه تاع ماء زهر والقرفه وملعقه زبده ويديروا يقطعوه ويديروه في الشربات. كاين اللي ياكلوه بالعسل والزبده وكاين اللي ياكلوه بالزبده والسكر. انا نفضل الزبده والسكر هكا نحبو ونفضلو يحبوا لولادي بهاد الطريقه. كل واحد كيفاش يحب ياكلو تختلف من منطقه المنطقه. شوفوا نقطعو وتشوفوا كيفاش كيتقطعوه، كيفاش تقابي هادوك العزاز اللي نحبوهم ودايما نحبو نشوفوهم في البغرير نتاعنا. يعني يجي ما شاء الله تبارك الرحمن، غير الحبيب اللي يوريه لحبيبه، يعني تحفه تحفه فنيه ما شاء الله. انا نحاول دايما نجيب لكم الوصفات المضبوطه واللي تكون بدقه هكا باش تجربوا وتدعوا لي ونفرح ما تتصوروش كي تدعوا لي دعاوي تاع الخير وتجوني في الخاص في الماسنجر في الانستغرام وتفرحوني دوك التعليقات. ونشكر اي وحده قالت لي كلمه طيبه، ونشكر اي وحده دعمتني وبارطاجات الفيديو. هكذا الحباب نكملوا الفيديو تاعنا وتشوفوا النتيجه اللي راهي قدامكم. يعني كي لاستيك ما يتفتت ما والو، البغري هذاك اللي يجي يتفتت غير راح تدهني باي مواد تحبي تاكليها بها مش حيجيكم الشباب يولي مفتت. بصح بهذه الطريقه راح تجي نتيجه هايله. ننصحكم تجربوه خياتي العزاز. نخليكم تكملوا الفيديو ونتلاقاو في وصفات جديدة بإذن الله المستعان. تهلاو لي في رواحتكم وفي صحتكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.